ابني خرم لي الزنبوقة، وده خلاني أرتاح بشكل ما يتوصفش. علشان تفهموا الحكاية لازم تسمعوا القصة من الأول. الموضوع ابتدي لما اتجوزت أبو عمر من 25 سنة. أنا دلوقتي عندي 53 سنة. اتجوزت متأخر حسب وقتي أنا. طبعاً دلوقتي البنات بتقعد، لكن في زمني أنا اللي كانت تعدي 25 سنة تبقى عانس. أنا اتجوزت 28 سنة، يعني شبعت كلام فوق ما تتخيلوا. وفي ناس كانت شايفة إنه أنا متأخرة في الجواز لأني فيا مشكلة وأهلي عايزين يداروا الموضوع، وحاجات كده كانت منتشرة عليا أيامي قوي. طبعاً جوازي بأبو ولدي ما كانش بإرادتي نهائي، لأنه كان أكبر مني ب20 سنة. مراته ماتت وما كانش مخلف منها، وقرر يتجوز تاني وكان عنده وقتها 48 سنة. كان قريب من سن أبويا، ومع كده أجبروني على الجواز منه. قتل حاجات كتيرة حرفياً جوايا. الحياة معاه ما كانش فيها نقاش. كان مهتم برغباته من غير أي فرصة إنه ياخد رأيي. وما أقدرش أقول إن علاقتي بيه كانت اغتصاب، لأن المغتصب بيقاوم. أنا كنت عايلة بين إيديه، بيلعني كأنه بيلع عايلة، وكان يزعق فيا زي العيال الصغيرة. وكل حاجة كانت بتحصل وتنتهي وأنا ماليش دعوة. وربنا كرمني بابني الوحيد عمر بعد 2 جواز. وبعد 15 سنة من الجواز أبو عمر ابتدي يتعب، وده خلاه يبقى عصبي بطريقة مجنونة. وكل ما كان يزيد عمره كل ما كان يبقى أعنف. ورغم إنه قدراته الجسدية ما بقتش زي الأول نهائي، بس كان مجرد نبرة صوته بتشلني، بتخليني عاجزة قدامه. جوايا خوف مش عارفة سببه ولا فهماه. كنت بستسلم لجنونه اللي فضل لحد ما مات. وعلى فكرة استسلامي ليه كان بيخليني كل يوم أفكر، هو أنا حبيت الراجل ده، ولا أنا مجنونة وحبيت أسلوبه، ولا أنا من شدة رعبي منه بقيت كده؟ ما كنتش لاقي إجابة. وخلال سنين جوازي ما كانش فيه نت ولا حد أقدر أشتكيله. كنت مسجونة حرفياً، لا بشوف حد ولا أقدر أكلم حد. وعلشان كده قررت أكتب. ده هواية عندي من زمان قوي، من وأنا صغيرة كنت أكتب اللي عايزة أتخيله وأعيشه. ولما اتجوزت لقيت الكتابة بالنسبة لي مهرب هادي وجميل ينفع أطلع من سجن جوزي ليه. وابتديت أكتب الحكاية دي. كان قلبها يكاد أن يتوقف، فهي لا تدرك ما يريده هذا الضخم منها، وهي وحيدة لا حول لها ولا قوة. نظراته لا تشير أبداً إلى أي شيء مبشر بالخير. وحينما أمسكها كان كل جزء منها ينتفض. شعرت بنفسها كغزال بين أنفاس الأسد الكريهة. أدركت اللحظة التي يتباهى فيها الأسد بقذاهته، ويجبر الغزال على الشعور بها، ويكون في استمتاع شديد غريزي وهو يسيل اللعاب القذر من فمه النتن، وأنفاسه الكريهة تخرج، والغزال لا يقوى على المقاومة. كانت تتساءل في أعماقها إن كان الأسد يعرف أنه لن يمنح إلا اللحم المر. هو بالفعل سيأكل الغزال، لكن سيظل طوال حياته جاهلاً عن الطعم الحقيقي للحمه. الخوف يسمم اللحم. كانت تتساءل عن إذا كان هذا الرجل يعرف أصلاً إن كان هناك معنى لرغبة الأنثى في أن تمنحه نفسها. ولكن سرعان ما كانت الإجابة واضحة. كيف ستهب إنسانة حياتها لشخص فقد قدرته على المتعة؟ لا يوجد أسد يستطيع أن يستمتع بالطبيعية مهما كان جمالها، لأنه ببساطة فقد القدرة على المتعة، أصبح مرفوضاً. فأين سيجد تلك الحيوانات البسيطة
لتتحرك حوله في خفة ملونة الحياة حوله. بالتأكيد لن يجد. أدركت حينها أنها فريسة لن تحل. بكيت، لكن ليس لأن جسمها ينهش، لكن لأنه وقع في يد هذا الرجل الذي لا يعرف قيمة ما بين يديه. فهو لم يكلف نفسه لحظات ليسحب الهواء الملامس لبشرتها، ليشم رائحتها، فكل همه أن يرى نفسه يمارس بعض الحركات المقززة وهي لا تستطيع أن تهرب، وكأنه بتلك الطريقة يجبرها على قبولها له، مع أن ذلك لم يحدث، لكنه مسكين أقنع نفسه به، أو احتاج أن يقنع نفسه به. وحينها سألت نفسها: لماذا أمثال لا يزالون على قيد الحياة؟ فهم فقدوا أهم قدرة تميز الإنسان. وكانت الإجابة سريعة، أسرع مما تتخيل. حينما زادت مطالبه وجرب وكأنه هناك طريقة سترحمه وتعيد له الشعور المفقود، ومرة تلو الأخرى، ولا فائدة. لم يكن يستسلم، بل اتهمها بأنها غير كافية وغير ممتعة. والغريب أنه لم يتركها بعد تلك الاتهامات المؤلمة، بل ظل يحاول. أعتقد أنه في الحقيقة يعرف كارثته، ولكن لا يتجرأ على أن يواجه نفسه بها. ودي كانت كتاباتي في البداية، كنت بحكي فيها عني، ولما بقى عمر ابني عنده 15 سنة. وعلى فكرة، كان هو جمهور الوحيد من ساعة ما جه، من أول لحظة وأنا بحكي له كل سطر بكتبه. وجه في يوم وقال لي: أنا عايز أسمع البطل عايشة مش بتموت. ليا سنين طويلة بسمع معاناة ونفسي أشوفها مبسوطة. معرفش عمر كان فاهم إن أنا البطلة ولا هو قصده فعلا عليا بطلة القصة، بس كل اللي أعرفه ساعتها طلبت منه يكتب هو هيسعد البطلة إزاي، وكنت متخيلة إنه هيكتب إن الزوج يموت، لكن مش ده اللي كتبه خالص. وكتب إنها لم تكن تعرف أن روحي أنا أيضاً مسجونة مثلها، ولكن في زمان آخر. أشعر بها بين ضلوعي، أسمع كل خلية في جسمها وهي تحكي لي عن لمسة أوجعتها، لمسة كانت تحت تهديد، لمسة أشعرتها أنها تنهش. الجسد أصبح يقاوم أنوثته، يخاف أن تظهر على أمل أن يحميها. ولكن الحقيقة أن الأنوثة المكبوتة ألمها أقوى من نهش النتن الذي يهددها. قلبي ينزف لأجلك، لكني لن أخلصك، بل سوف أكتفي أن أكشف لك أنك حية وهو ميت. سأكشف لك قدرتك أيتها الغزالة. حينها فقط ستكوني حرة، ولكن بنفسك ولنفسك. استغربت رد ابني، ما كنتش متخيلة إنه ممكن يفكر كده أبداً. والوقت ده كان قمة جنون أبوه، وهو بيحس بضعفه الجسدي، وكان بيزيد في عنفه بطريقة مش طبيعية علشان يثبت لنفسه إنه لسه مسيطر على الأمور. بس ابني خرم الزنبوقة حرفياً. وحضراتكم هتسألوا إيه هي الزنبوقة؟ كيس من الجلد مقفول من كل ناحية، كان بيبقى منفوخ وبيتحفظ فيه المية لما يكون في سفر لفترة طويلة ومحتاجين مية صالحة. وعلشان تقدر توصل للمية ما كانش فيه أي حل غير إنك تخرم الزنبوقة علشان تعيش. وده اللي حصل، ابني خرم الزنبوقة، وقررت وقتها إني مش هدفن جوه البيت ده. وقررت إني عن طريق ابني اللي دخل على النت ومسك الموبايل إني أخليه يبعت قصصي لدور نشر ويشوف إذا كان ممكن ينشروها أو لأ. وفعلاً عملت كده، وترد عليا بعد شهرين بإنها موافقين، بس كانوا طالبين مني مبلغ كبير. طبعاً مش معايا فلوس، خلاني أنتظر شوية كمان،
وما جاش في بالي أبداً غير إنه يكفيني إني يدوبك سمعت رأي ناس خبراء في القصة بتاعتي وقالوا عنها كلام حلو، وكنت مبسوطة وقلت لنفسي حتى ولو ما اتنشرتش خلاص. وبعد 4 سنين ابني كان بيشتغل وبيقبض يومية من وهو 12 سنة. المهم يعني لقيت ابني داخل عليا وبيحضني جامد وبيقولي أنا خرمت الزنبوقة تاني علشان توسع أكتر. بصيت له وما كنتش فاهمة، لقيته بيطلع من هدومه روايتي، وساعتها قلبي كان هيقف وقلت له جبت الفلوس منين؟ وما كنتش عارفة أتضايق ولا أفرح إن ابني اختار إن تحويشته يقدمها لي علشان أبقى ناجحة. ونشرت قبل موت أبوه 4 روايات تاني، وبعدين قررت أخيراً إني أوسع الزنبوقة لنفسي. وهنا بقى قررت إني أكتب فيلم قصير، وحياتي اتحولت بالكامل. وأنا دلوقتي عندي 53 سنة. بس عايزة أقول لكم حاجة دلوقتي، ده في الرواية، لكن الحقيقة مختلفة شوية عن الرواية. أنا بكتب لكم القصة دي يوم ما تقدم لي، بعد ما أبويا زن عليا وكانوا عايزين يجوزوني بالعافية. دخلت أوضتي بالليل وكتبت لنفسي تخيلي لحياتي اللي جاية لو اتجوزت الراجل ده. وطبعاً سميت القصة ابني خرم لي الزنبوقة وبعدين أنا ارتحت. بس أنا مش ناوية أتحط في العذاب ده، وعلشان كده قررت إني هقبل إني كبرت، وهقبل إني أتحمل كلام الناس اللي شايفني معيوبة، لكن مش هقبل أتحمل حياتي مع راجل زي ده. ودي النهاية. أنا عند نفسي غالية قوي، ومش هديني إلا الراجل يقف ويشم ريحتي كويس علشان يميزني عن أي مخلوقة تاني. وساعتها لو قدر يميزني بس هلاقي جسمي بيسيبني أطلع أنوثتي بحرية. ليه؟ وهقدم نفسي ليه وأنا اللي عايزة أديله المتعة، لكن مش هزنبق نفسي وانتظر حد يفكني، وخصوصاً ابني اللي كنت فخورة بيه طول الحكاية. بس مش هحطه في العذاب ده وافرح بأنه يضحي علشان يصلح غلطي. ابني ملوش ذنب يكون بيدفع تمن غلط مش غلطه. وبكده أقفل الحكاية. بس القصة دي انتهت، لكن قصص القناة لسه ما انتهتش. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتكتب في الكومنتات، هل لو انت راجل اللي بتسمع هتقبل عادي انك تتجوز واحدة مش متأكد انها بتحبك؟ ولو انت اتجوزت شايف انه عادي هتقبل انك تلمسها وهي مش بتديك نفسها بحرية؟ ولو انت ست قوليلي ايه اكتر حاجة لمستك قوي في القصة او عجبتك. مستنية تفاعلكم في الكومنتات. ودلوقتي طبعاً ما تنسوش تعملوا اشتراك علشان توصلكم الحلقات الجديدة أول ما تنزل. وأقول لكم سلام.